بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بهني وواسي، يعني انا بهني شعب بورسعيد الحمد لله بصعود نادي المريخ، بهني مجلس الاداره واللاعبين وبهني كل الناس اللي مهتمين على امر نادي المريخ، وبواسي كل شعب بورسعيدي على الحكم اللي طلع بحق 11 بورسعيدي. انا ما بعلقش على احكام القضاء، بس طبعا يعني كان في حاله من الحزن، يعني اتمنى ان صعود نادي المريخ يكون مسح شويه من حاله الحزن اللي انتابت مدينه بورسعيد، وان شاء الله الفتره الجايه هنفرحهم مره ثانيه ان شاء الله بصعودنا الدوري الممتاز ان شاء الله باذن الله. والله انا يعني حابب ان انا اتكلم عن كابتن محمد ياسين اللي انا يعني ظلمته طول الفتره اللي فاتت. ما كنتش بتكلم عنه خالص ولا كنت بجيب يعني اي حاجه عنه. الراجل ده استحملني واستحمل النقد بتاعي طول الموسم. انتقدته على فترات كتير، لما كنا بنكسب كنت بتجاوز كل المميزات في اللقاء وبتكلم في النقط السلبيه فقط لا غير. كنت بتكلم معاه كتير جدا وكان بيستحملني. السنه اللي فاتت الكابتن ياسين صعد بنادي المريخ، السنه دي بيعمل انجاز تاني ان هو لتاني سنه على التوالي بيصعد لدورة الترقي، فلازم اهني الكابتن محمد ياسين. كنت السنه اللي فاتت قلت عليه ان ياسين قلب الاسد، السنه دي ياسين ان شاء الله الاسد كله هو اللي هيصعدنا. انا بهنيه وبقول له مبروك يا كابتن محمد، وان شاء الله انت اللي هتفرح كل بورسعيد ان شاء الله بالصعود للدوري الممتاز ان شاء الله باذن الله. والله هو كابتن ياسين طبعا اللي بيقوله من اول الموسم لغايه اللحظه ديت انا بحاول اوفره له. يعني ان شاء الله لو هو طلب مني معسكر، لو طلب مني اي حاجه ان شاء الله انا هحاول اوفر له كل اللي هو عايزه. انا مش طالب منه اي حاجه خالص غير انه يفضل محتفظ بهدوء اللي انا عاهدته عليه والتفاف اللاعبين حواليه. كابتن محمد ياسين شخصيه محبوبه جدا من كل اللاعبين ومجلس الاداره، كلنا في ظهره وكلنا معاه، وانا متاكد باذن الله ان هيكون في لقاء ان انا بهنيه بعد الدور الترقي ان شاء الله بصوت الدوري الممتاز ان شاء الله باذن الله. لا لو اتكلمت بقى على الصداقه، انا طبعا فرحان لكابتن ياسين بغض النظر عن المناصب، فرحان له جدا جدا جدا. الكابتن محمد ياسين النهارده يعني ميلاد مدير فني محنك. يعني لو انا حبيت بس اسرد بعض النقط كده بسرعه، يعني خلينا نقول ايه، ان الدوري الترقي السنه اللي فاتت كان صعد منتخب السويس، قناه اسماعيليه، نادي المريخ، كانوا هم الاول والثاني واحنا الثالث. السنه دي الاثنين الاول والثاني مش بيصعدوا او غير مؤهلين للصعود يعني بنسبه كبيره. المريخ لثاني سنه على التوالي بيصعد. كابتن محمد ياسين مسكنا السنه اللي فاتت كنا في المركز الرابع، الحمد لله صعدنا. السنه دي بيصعد وهو في المركز الاول. انا على المستوى الشخصي فرحان له جدا لانه كان زميل ملاعب وزميل ملعب، كان هو كابتن فريق عليا كمان، اتعلمت منه حاجات كتير جدا. الصبر، كان بيلمنا عشان يصلي، كان مهذب خلوق. اعتقد ان هو نقل كل الصوره ديت للاعبين بتوعه. النهارده من ضمن اخلاقه رفض احتفالات للصعود. اي مدير فني كان هيفرح. النهارده كابتن محمد ياسين منع اي احتفال تضامنا مع اي واحد بورسعيدي زعلان على الحكم اللي طلع. فانا بهنيه وعلى المستوى الشخصي بتمنى له ان هو يكون افضل مدرب في مصر كلها ان شاء الله.